يا مساء الورد والفل والياسمين، ايه الاخبار يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بصوا بقى، مبدئيا كده انا عايزاكم تركزوا معايا في القرمشه وتسمعوا القرمشه بتاعه الكرنبيت التحفه اللي هنعمله مع بعض دلوقتي. اسمعوا بس، شوفوا. المهم، سمعنا القرمشه. انا كنت بوريكم في الاول الكرنبيت البانيه تحفه، ده عملته تاني يوم. اول يوم بقى عملت بطاطس، اللي انا بوريها لكم دي خلطة بطاطس روعة بنفس خلطة الكرنبيت. وكمان عملت الكرنبيت اللي هو الزهرات ده، تحفة مقرمش جدا ومش شارب ولا نقطة زيت. حاولت ان انا اتكة كده في الاول على الكرنبيت عشان تشوفوا ينزل نقطة زيت، بس والله ما كانش شارب ولا نقطة زيت. بصوا بقى، اول حاجه بعملها كده انا بحب اروح جايه منضفه الكرنبيطه بتاعتي، واشيل العرق اللي موجود فيها ده واقشرها كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، واروح جايه شطفاها شطفه حلوه جدا تحت الميه الجاريه، وبعدين اروح جايه سلقاها. اهم حاجه يا جماعه ننضف الكرنبيطه كده كويس، لان الكرنبيطه طول ما هو العرق ده مش متنضف هتلاقيه بيشد معاكي ومش هيبقى مستوي ومش هيبقى طعمه حلو. الميه بتاعت سلق الكرنبيط حطيت معلقه كده من الملح، وكمان هحط معلقه من الكمون. الميه بتاعتنا تغلي، اروح جايه نازله بوردات الكرنبيط بتاعتنا، اسلقها 3/4 سوا. انا كمان كنت بسلق بطاطس، البطاطس دي اللي انا عاملاها بنفس خلطه الكرنبيط، تحفه. هوريها لكم برضو دلوقتي، خليكم معايا كده واحده واحده. زي ما انتوا شايفين انا نزلت هنا الوردات بتاعه الكرنبيط، هسيبها تتسلق واروح بقى اعمل الخلطه السحريه بتاعه الكرنبيط. اول حاجه هعملها وهحطها معانا، هاخد كده كوبايه من الدقيق وهحط عليهم بيضتين. انا هستخدم النهارده بيض، هعمله مره تانية معاكم من غير بيض وسوبر كرانشي. بس النهارده هنشوف اللي هو الكرنبيط الطبيعي للمبتدئين اللي لسه داخلين كده المطبخ بالخلطه التحفه دي. كنت بشرة طماطمايه، وكمان عندي شوية خضرة مقطعاهم كده، وحطيت معلقة صغيرة من الهريسة، وكمان حطيت فصين كده من الثوم. الهريسة يا جماعة هتخليه معانا فيه سنة سبايسي، ما تكتروش عشان ما يبقاش حامي قوي، بس الخلطة دي تحفة. ما تنسوش فصين الثوم، وكمان ما تنسوش بشر الطماطمايه. في ناس مش بتحطها بس انا بصراحة بحب احطها جدا. وكمان خدت كده كوباية صغيرة من اللبن زي ما انتوا شفتوا معايا، وهنقلب بقى الخلطة التحفة دي. وكمان نروح جايين حاطين بقى بهاراتنا. تبلي بقى البهارات بتاعتك، بس انا حطيت في الاول رشة من البيكنج باودر، حوالي معلقة كده من البيكنج باودر. وكمان هحط نشا، النشا بيخليه مقرمش وهش جدا وما بيشربش ولا نقطة زيت. تمام كده، وصلنا لحد هنا. نروح بقى جايين حاطين معلقة كده من النعناع الجاف، بتديه نكهة حلوة جدا يا جماعة. بجد جربوها هتعجبكم جدا. حط بقى ملح، حطي كمون، حطي كزبره، حطي بابريكا. طبعا انا قلت لكم على البابريكا، البابريكا دي يا جماعه مش شطه، لان انا كنت حاطه شطه من الاول اللي هي هريسه الشطه. نخلي بالنا عشان خاطر ما يبقاش سبايسي معانا جدا. وحطيت كمان فلفل اسود عشان خاطر البيض وزفاره البيض. وهحط كده معلقه صغيره من الكاري، الكاري هتخليه طعمه حلو جدا معانا، وكمان هتديله لون حلو. رحت بقى للبطاطس اللي احنا سلقناها، هروح جايه مقطعاها كده طرنشات زي ما انتوا شايفين. نخلي بالنا ما نسلقش البطاطس قوي. هنا كنت بوريكي الكرنبيط، الكرنبيط مجرد ما تضغطي كده على العروق بتاعته لقيتيها استوت، يبقى هو كده تمام وزي الفل. حطيت بقى البطاطس في خلطة الكرنبيط بتاعتنا، ورحت جايه واخداها على زيت سخن، وننزل كده بطاطسايه بطاطسايه بالمعلقه زي ما انتوا شايفين. ونحاول ما ننزلش كده من الخلطه في الزيت عشان ما تتحرقش مننا. شايفين بقى يا جماعه كرانشي، هي اصلا مش محتاجه اي حاجه، اقسم بالله كانت تحفه. البطاطس دي لما جربتها بصراحة، أول مرة كنت أجربها كانت ماما دايما بتعملها، ولكن اول مره اعملها انا في شقتي، فبصراحه عجبتني جدا. رحت جايه بقى حاطه الخلطه الكرنبيط في الخلطه بتاعتنا. وهناخد الكرنبيط، بس الكرنبيط يا جماعه نوطي عليه النار بعد ما الزيت يسخن، ونحط الكرنبيط نوطي عليه عشان ياخد لون حلو، وفي نفس الوقت يكون مستوي من جوه وما يشربش زيت معانا. بصوا لونه بقى يا جماعه. نفضل بقى كل جنب ما يتحمر معانا نقلب فيه بالطريقه دي، بحيث ان هو ياخد لون من جميع الجهات. المهم بقى نطلعه على شبكة كده او مصفى زي ما انتوا شايفين معايا. بلاش نطلعه على مناديل عشان يصفي كل الزيت الزيادة اللي هو خده من التحمير. ولكن هتلاقوا كده دلوقتي في الطبق ما كانش فيه ولا نقطة زيت.
اتبقى بقى معايا شويه من الكرنبيط الصغيرين اللي انتوا شايفينهم دول، انا كنت مقطعهم اصلا صغير من البدايه. خدت الوسط حمرته، والباقي ده انا ههرسه كده مع خلطه الكرنبيط عشان هعمله بانيه، ولكن مش في نفس اليوم، هفوت يوم او اتنين واعمله بعدها. ولكن عادي حطوه في التلاجة، مش هيحصل له اي شيء خالص. اهرسوه كده بالهراسه وحطوه في قلب الخلطه. جيت بقى اليوم اللي انا عملته فيه زي ما انتوا شايفين كده، خدته بالمعلقه وحطيته في الطاسه. بس وانا بحطه في الطاسه بروح جايه ضغطه على الكرنبيطه كده شويه، بحيث ان هي تتفرد معانا وتبقى شبه البانيه وتستوي بسرعه وما تشربش معانا برده زيت. بجد يا جماعه بقى طريقه البانيه دي تحفه جدا. عايزه اقول لكم لو تفضلي ايه اكتر، الكرنبيط البانيه ولا العادي؟ اقول لكم انا عايزه كرنبيط بانيه وشكرا على كده، مع بقى شويه جرجير وشويه مخلل، ويا سلام بقى لو شويه لفت كده، وابقى تمام التمام. نقلب بقى فيه كل شويه كده عشان خاطر يتحمر من جميع الجهات وناخد اللون الحلو القمر بتاعنا ده. بصوا يا جماعه انا بحب لونه يبقى محمر كده شويه، ما بحبش اطلعه فاتح عن كده، لان بحسه كده بيبقى طري وبيبقى شارب شويه كده من الزيت. بصراحه مش بحبه كده، انا بحبه يبقى متحمر كده عشان يبقى مقرمش كده. بحب الحاجه ناشفه شويه، مش عارفه ليه، دي طبيعتي. ولكن زي ما انتوا بتحبوا طلعوه، لو بتحبوا تطلعوه يعني يبقى طري شويه اوكي، لكن انا بحبه بصراحه بالطريقه دي. نكمل بقى الكرنبيط بتاعنا كده لحد ما نخلصه. بصوا بقى يا جماعه لونه، بصوا انا بحب اللون ده جدا، مقرمش جدا من بره وطري كده من جوه وتحفه وشارب من الخلطه. وكمان عايزه اقول لكم فص الثوم ده بيديله نكهه حلوه جدا. اعتمدوا الخلطه دي في الكرنبيط يا جماعه. لو وصلتي بقى معايا من الفيديو لحد اللحظه دي قولي لي بتتابعيني منين، واعملي لي لايك وسبسكرايب في القناه لو لسه جديده، وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك اشعار بكل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها. وخلاص دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب الوصفه تكون عجبتكم. بصوا بقى جربوها، قولوا لي ايه رايكم فيها. تحفه. انا مش عايزه يعني اشكر فيها كتير عشان ما تقولوش بس هي اللي عاملاها، ولكن جربوها بالطريقه دي والتركات اللي انا قلت لكم عليها. بصوا عايزه اوريك الطبق، انا بشيل كده عشان تشوفوا مفيش زيت خالص نازل في الطبق. طلعوا على شبكه، بلاش تطلعوا على مناديل، لان المناديل كده هتخليه لو نزل نقطه زيت هيشربها تاني. تمام كده خلصنا بقى وصفه النهارده، يا رب الوصفه تكون عجبتكم. بصوا القرمشه، اسمعوا بس القرمشه. استنوني بقى في وصفة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير عشان يوصل لكم كل جديد. واتمنى لكم مشاهدة سعيدة، والى اللقاء في فيديوهات جديدة. نسيت اقول لكم صحيح، محدش بقى يتنمر على الطاسه بتاعتي، لان انا كنت هغسلها وافتكرت ان انا هعمل معاكم فيديو بتنظيف الطاسات. استنوا الفيديو ان شاء الله هينزل قريب. جيت كده غسلت نصها، هتلاقوها حتى كانت متخربشه. ولكن بقى ان شاء الله نعمل الفيديو مع بعض ونشوف طريقه تنظيفها ازاي. استنوني.